الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسعاده يا رب، وبارك لي فيكم وما يحرمنيش منكم ويدومكم نعمه في حياتي كلكم يا رب يا رب يا حبايبي. النهارده هنعمل طريقه رز حلو قوي. الرز ده ممكن تاكليه حاف كده، تحمري بقى جنبه بطاطس، عاوزه بقى تاكليه مع اي حاجه، مع سمك بينفع، مع اي حاجه بينفع، طعمه رائع. هو منه لنفسه كده زي ما انا اقول لكم، هتعملوا جنبه اي حاجه هيتاكل اكل كده، ولو حاف هو نفسه هيبقى جميل. يلا نجربوه مع بعض ونشوفوا مقاديره. دي بصلايه وسط كده مقطعه زي ما انتم شايفين كده، معلقه توم مفروم اهي، معلقه توم مفروم ماشي، وده عصير بقى طماطم، يعني يعتبر كده هما كوبايتين كده عصير طماطم او كوبايه ونص. خلاص تعالوا بقى نشوفوا هنعملوا الرز ده ازاي. يلا مع بعض. بص حبايبي، حطينا اهوت الحله، حطينا فيها شويه زيت اهو، شويه زيت. عندك زبده ماشي، ما عندكيش خلاص هو بالزيت زي الفل. بس انا بص عنده بتوعتين زبده كده محطوطين في ورقه الفويل بقالها فتره، وانا يعني قلت اطعم بيها. طب ما عندكيش مش مشكله خالص، عندك عاوزه تحط سمنه على زيت برضه زي الفل. خلاص بص حبايبي اهو، جابوا كده خالص لغايه الاتنين دول ما مع بعض. خلاص حط بقى البصله خلاص كده نقلب فيها، هتدبل بس سنه صغيره. بص حبايبي انا قلبته على تقليبتين كده، هحط عليه معلقه الثوم المفروم نقلب. خلاص نجيب بقى شويه فلفل اسود وشويه كمون، نحط عليهم شويه فلفل اسود كده اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي، فلفل اسود شويه كمون خلاص، شويه كمون رشه من دي ورشه من دي، نحطوا رشه سكر كده صغيره بس. خلاص نقلب بعد كده. بصوا بقى انا مش عاوزاها تصفر، انا عاوزه البصله بس تدبل. خلاص يا حبايبي اهي لحد ما تدبل بس كده، احنا مش عاوزاها تحمر، احنا كده كده. بس حبايبي انا هحط الملح بقى بتاع الرز. خلاص واسيب بقى الرز واسيب قصدي معلش الطماطم دي تتسبك شويه، ما تنشفش قوي بس تتسبك شويه. هوريكم كده هتبقى واصل لمرحله قد ايه. بص حبايبي اهي متبقاش ناشفه قوي، يعني كده المرحله دي انتوا شايفينها دي اهي كده. خلاص نعملوا بقى، نحطوا بقى عقد الميه بتاع الرز. بس احنا مش هنحط مثلا، احنا 4 كوبايات رز، 4 كوبايات رز، فاحنا مش هنحط الاربعه كلهم عشان في صلصه. 4 كوبايات رز هنحط له مثلا كوبايتين ونص ميه. خلاص كوبايتين ونص ماشي. ولو عايزه ميه، لو عايز ميه، لو حسيت ان الرز عاوز ميه تاني هنحط. خلاص يغلوا بقى واحط الرز. الميه غلت اهي يا حبايبي، انا صطيت عليها، احط بقى الرز بس. بصوا بقى اهو، خلاص اهو احط الرز بقى واوريكم. بصوا حبايبي بقى اهو، اقلب بقى الرز كده. خلاص هسيبه بقى يتشرب. اول ما يتشرب ارجع لكم واقول لكم هنعمله فيه تاني. يلا حبايبي بصوا اهو اتشرب كده اهو، قلبه كده تقليبه ماشي. ريحته روعه تعجبكم. بصوا مش محروق ولا حاجه من تحت اهو، احنا موطين عليه نار علشان ده عشان ما يتحرقش. خلاص هو بقى في المرحله دي شرب كده اهو، هحط
هحط له ايه بقى؟ شويه شبت اهو، شويه شبت كده انا مقطعاهم على كزبره خضراء، شويه شبت على كزبره خضراء اهو في المرحله دي اهو. احطهم بقى كده، حطيتهم من الاول، لا حطيتهم في المرحله دي خلاص. حط بقى كده نقلبه خلاص كده. هيبقى ايه فاضل له خلاص يا دوبك تكه كده، سيكه صغيره خلاص. هقلبه بقى كده واغطي عليه واسيبه بقى ايه السيكه دي يستوي، وبعد كده نغرفه ونشوفه سوا. بصوا حبايبي بقى، بصوا الجمال، بصوا الرز وجماله جميل ولا ريحته بقى؟ ريحته قلب الدنيا جميل والله، هيعجبكم جدا جدا جدا. بصوا عاوز اقول لكم كمان، انا بس عشان انا بصور عاوز اقول لكم مفلفل. بصوا اقرب لكم الكاميرا، مفلفل جدا اهو، مفلفل بقى، ولا اتحرق مننا ولا شاط ولا اي حاجه، جميل. جربوه، كلوه بقى مع زي ما قلت لكم، ممكن سمك، ممكن كده مع اي حاجه هتعملوها جنب شويه رز وشويه بطاطس كده وشويه اي حاجه بتنجان مش عارف، جميل. هو هيتاكل حاف لوحده، جميل وهيعجبكم باذن الله. جربوه ان شاء الله يعجبكم ويعجبكم وصفاتي باذن الله. جربوا حبايبي مش هتندموا باذن واحد احد. شو ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله في وصفه احلى واحلى بكل وصفاتي. متنسوش حبايبي تفعلوا الجرس وتعملوا لايك، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم بقى في الجمال ده. ان شاء الله يعجبكم ونور رضاكم. يا رب يديمكم نعمه في حياتي حبايبي، ونحمش منكم ابدا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.